لو صحيت وانت آخر إنسان على كوكب الأرض هتعمل إيه؟ السلام عليكم. تخيل تصحى الصبح، تفتح الشباك وتلاقي الدنيا فاضية، مفيش عربيات، مفيش ناس، مفيش حتى إنترنت. ده بالظبط اللي حصل لروبرت كارلسون، رائد فضاء أمريكي قضى 438 يوم لوحده في محطة فضاء مير سنة 1995. قال إنه حس إن الوحدة دي كانت زي سجن نفسي، بس في نفس الوقت اكتشف حاجات عن نفسه ما كانش يعرفها. لو انت مكانه هتعمل ايه؟ يلا بينا نبدأ. الفكرة إنك لو بقيت آخر إنسان على الأرض هتواجه نفسك بجد، هتكتشف أنت مين من غير ضغط المجتمع، وهتبدأ تسأل أنا عايز إيه؟ الحياة دي معناها إيه؟ الفكرة مش بس خيالية، دي رحلة فكرية تخليك تفكر في قيمتك وقيمة الناس اللي حواليك. زي لما فيكتور فرانكل الناجي من المعسكرات النازية قال إن المعنى في الحياة بيجي من اللي أنت بتقدمه مش بس اللي بتاخده. الوحدة بتخليك تواجه نفسك من غير فلتر. دراسة اتعملت من جامعة هارفارد سنة 2014 قالت إن 76% من الناس بيحسوا بالوحدة حتى لو عايشين وسط الناس، لأنهم مش متصلين بذاتهم. لو بقيت لوحدك ممكن تكتشف إن الوحدة دي فرصة تعرف أنت عايز إيه بجد. الحرية المطلقة. لو مفيش قواعد هتعمل إيه؟ نبذة عن تجربة ميليجرام، ودي تجربة نفسية اجتماعية للعالم ستانلي ميليجرام، اتعملت في جامعة ييل سنة 1961، وكان هدفها دراسة مدى طاعة الأفراد للسلطة حتى لو الأوامر بتتعارض مع ضميرهم. تفاصيل التجربة باختصار إن في شوية أشخاص تم إقناعهم إن هم المدرسين هيشاركوا في تجربة بتتعلق بالتعلم والذاكرة. المدرسين دول كان مطلوب منهم إنهم يسألوا أشخاص الممثلين أسئلة محددة. لو الممثلين جاوبوا غلط، المدرسين دول مطلوب منهم يدوهم صعقة كهربائية، وكل ما زادت الأخطاء كل ما زادت شدة الصعقة الكهربائية حسب الأوامر اللي بتجيلهم من السلطة الأعلى. المتعلم كان بيتوسل ويتألم من شدة التيار الكهربي طبعا تمثيلا، إلا إن أغلب المشاركين استمروا في إعطاء صدمات كهربائية بناء على الأوامر اللي بياخدوها. النتيجة إن 65% من المشاركين استمروا في إعطاء صدمات كهربائية حتى أقصى درجة 450 فولت بالرغم من صراخ المتعلمين. التجربة هنا بتظهر إن كتير من الناس ممكن ينفذوا أوامر غير أخلاقية لو جات لهم من سلطة عالية. لو مفيش قواعد أو سلطة هتعمل إيه؟ التجربة هنا بتوضح إن أغلب الناس ممكن يتخلوا عن ضميرهم لو في سلطة بتأمرهم بده، لكن السؤال العكسي المهم، لو مفيش سلطة ولا قواعد هل هنختار الصح بإرادتنا؟ بدون سلطة البعض ممكن يلتزم بالصح لأن عنده ضمير حي أو قيم داخلية، بس باقي الناس ممكن تستغل غياب القواعد عشان يعملوا اللي هم عايزينه بدون قيود. المعنى والمسؤولية. تخيل كده إنك عايش لوحدك في الدنيا، مفيش حواليك ناس، مفيش حد بيشوفك ولا بيحكم على تصرفاتك. ساعتها هتعيش إزاي وليه؟ هل هتفضل تعمل الصح ولا هتسيب نفسك؟ في فيلسوف اسمه جان بول سارتر قال جملة قوية جدا: الإنسان محكوم عليه بالحرية، يعني أنت حر بس في نفس الوقت مسؤول عن كل حاجة هتختارها. مفيش حجة، مفيش حد تتحجج بيه، أنت المسؤول. فلو مفيش حد يراقبك أو يحاسبك، هل هتختار تعيش حياة ليها معنى ولا هتضيعها؟ النقد الاجتماعي. إحنا دايما بنخاف من الوحدة عشان المجتمع بيعلمنا إن قيمتنا في عدد الناس اللي حوالينا أو لايكاتنا وكومنتاتنا على السوشيال ميديا، بس ده بيخلينا ننسى نسأل أنا مين من غير الناس دي؟ الفكرة دي بتفكرني بكتاب Means Search for Meaning لفيكتور فرانكل، اللي بيقول إن المعنى الحقيقي بيجي من جواك مش من بره. نصايح عملية: اقعد مع نفسك 10 دقايق كل يوم وجرب تمشي لوحدك من غير موبايل، واسأل نفسك هل أنا مبسوط بجد؟ اكتب 3 حاجات بتحبها في حياتك، جيب ورقة وقلم واكتب ايه اللي بيخليك تحس ان الحياة ليها معنى. جرب تعيش يوم من غير سوشيال ميديا، هتلاقي ان العالم هادي وهتعرف تفكر بعمق. اقرأ قصة ملهمة زي قصة نيلسون مانديلا مثلا، اللي لقى معنى لحياته حتى وهو في السجن. لوحدك هتعرف انت مين. الفكرة النهائية: لو بقيت آخر إنسان على كوكب الأرض هتكتشف إن الحياة معناها أنت اللي بتحدده،
وبدون الفكرة دي هتعيش حياة فاضية حتى لو الناس حواليك كتير. فكر فيها، انت عايش عشان ايه؟ قول لنا في الكومنتات، لو صحيت وانت آخر إنسان على كوكب الأرض ايه أول حاجة هتعملها؟ لو وصلت لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي. كان معاكم محمد إيراني. وطبعا لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك، وخليك معانا للآخر عشان ننصحك بفيديوهات تانية زي الفيديو ده. ما تنساش تشارك الفيديو مع أصحابك وشوف رأيهم ايه في الموضوع ده.